السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة رائعة، بسبوسة شوكولا غير بزوج بيضات، خفيفة طرية ذوقها يهبل وتذوب في الفم. اذا كنتم من عشاق الشوكولا لازم تجربوها، وصدقوني راح ترجع من الوصفات المفضلة عندكم. نخليكم مع الطريقة خطوة بخطوة. أول خطوة نحضروا لو سيرو، ونجيب كاسرولة نحط فيها كاس من السكر العادي يقابلوا 2 كيسان من الماء، نحركهم نحطهم فوق النار غير يغلي، نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه، نحط له ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو قهوة طيبة، نحركها ونخليها تبرد جانبا. في وعاء نحط 2 بيض بدرجة حرارة المطبخ، نصف كوب من السكر، بالنسبة للكاس المستعمل هو كاس 240 مليلتر، نحركهم بالباتوغ، نضيف عليهم قرصة من الملح. بعد ما يصبح الخليط رغوي وثقيل نضيف عليه علبة كريم ديسير شوكولا، نخلطها جيدا. بعد ما تتخلط مليح نضيف عليها نصف كوب من الزيت اللي راح نحطه دفعة واحدة، ولكن نحرك جيدا في هذه المرحلة بالباتوخ حتى يمتزج الزيت مليح. نضيف 5 ملاعق كبيرة من الحليب اللي كنت خرجته من الثلاجة، دفيته شوية وحطيته لأنه كي تدفيوه راح تجيكم البسبوسة تاعكم طرية وخفيفة. بعد ما حركت هذه المكونات مليح نمر للمكونات الجافة. حطيت 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو اللي كنت صفيتهم، حاولوا تستعملوا الكاكاو اللي ريحته شابة وكذلك اللون تاعو مليح. بعد ما نحركهم مليح نضيف كاس من السميد اللي يكون متوسط، استعملت سميد تاع عمور، ملعقة كبيرة من الفرينة ووحدة خميرة كيميائية، نحركهم في هذه المرحلة غير بالفوي. نضيف لها ملعقة كبيرة من الخل اللي راح تساهم في الطراوة والخفة تاع البسبوسة، نخلطها نغطيها مدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق إذا لقيتوا الخليط تاعكم مازال سائل تقدروا تضيفوا له ملعقة كبيرة من السميد، أنا لقيته هذاك هو يعني ما ضفت له والو. جبت صينية اللي تدخل الفرن، دهنتها بالزبدة، رشيتها بالسميد وفرغت الخليط، خبطت الصينية 2 خبطات هكا حتى حسيت باللي الخليط كامل راهو مسوي وعلى استقامة واحدة. دخلته للفرن اللي كان مسخن مسبقا على أعلى درجة. كي جيت ندخلها نقصت للفرن على 160 درجة، دات لي حوالي 30 دقيقة من الأسفل، ومن فوق غير نشفت وتحمرت ودات لون دوغي. خرجتها مباشرة، البسبوسة راهي سخونة والشربات اللي كنا حضرناها من قبل راهي باردة، سقيتها بها. كمية العسيلة كامل تشربت بها البسبوسة، يعني ما بقى لي منها والو. وبعد ما نشربها مليح نخليها في المطبخ حتى تدفى وتتشرب مليح. في هذا الوقت راح نحضروا الكريمة اللي راح نديروها كطبقة أخيرة. وللكريمة نجيب كاسرولة نحط فيها كاس من الحليب، نضيف عليه ملعقة كبيرة من الفرينة، ملعقة كبيرة من الكاكاو، نحركهم بارد في بارد. بعد ذلك نحطهم على النار مع التحريك المستمر حتى نحس باللي هاد الكريمة بدات تثقل. نضيف لها شوكولاتة، تحبوا شوكولا تاع الطلي ولا شوكولا حبيبات ولا أي نوع متوفر عندكم. أنا كنت متوفر عندي شوكولا سوداء مع كذلك شوكولا بالحليب، عطت لها ذوق بزاف رائع. نحركها جيدا، نطفي على النار ونفرخها مباشرة على البسبوسة. أما التزيين فيبقى اختياري، تقدروا تخلوها هكا سامبل ولا تحطوا لها أي حاجة. أنا زينتها في الأخير بالبيبي شوكولا، ولا تقدروا بالحبيبات هذوك تاع الأرز المنفوخ ولا أي حاجة متوفرة عندكم. بالنسبة لجميع أنواع البسبوسة حاولوا ما تستهلكوهمش مباشرة، يعني على الأقل يفوتوا عليها 3 ساعات، بعد ذلك تقدروا تقسموها. إن شاء الله تعجبكم البسبوسة وتنجح معكم من أول تجربة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات واش تحبوا تشوفوا المرة الجاية، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.